مصطلح التجارة الإلكترونية أو الإي كوميرس هو مصطلح منتشر بشكل كبير جدا الفترة الحالية، وفي غيرك آلاف من الناس شغالة في نوع من أنواع التجارة دي. عشان كده مهم جدا جدا لو حابب تتخصص في مجال التجارة الإلكترونية أو تعرف عنه تفاصيل أكتر، تابعنا في الفيديو ده، لأن احنا هنتكلم على مميزات وعيوب التجارة الإلكترونية، وهنتكلم كمان على أفضل المنصات اللي تبدأ فيها مشروعك الأونلاين. التجارة الإلكترونية هو بشكل بسيط جدا ازاي يكون عندي الاونلاين ستور اللي اقدر ابيع الوينر برودكت اللي انا طلعته. يعني بكل بساطة كده، لو انت حابب تتخصص في المجال ده فانت محتاج تعرف بشكل بسيط السوق بتاعك محتاج انهي منتج بالظبط، ايه المنصة اللي هتبتدي تبني عليها الاونلاين ستور، والجمهور المستهدف بتاعك محتاج ايه. يعني بكل بساطة انت محتاج تروح لأقرب منصة بالنسبة لك سهلة بسيطة، حابب تتخصص فيها، حابب تشتغل معاها، وليكن مثلا زي امازون، زي ماجنتو، زي وو كوميرس، زي شوبيفاي، ده طبعا في الاسواق العالمية. لكن لو حابب تتخصص في حاجة مشهورة جدا في الوطن العربي زي زد، زي سلة، زي ايزي اوردرز، زي يوكان، كل دي منصات او مواقع تقدر تعمل بيها الاونلاين ستور بتاعك بشكل بسيط وسهل جدا. الفكرة كلها في اختيار المنتج المناسب واختيار السوق اللي هتعرض عليه المنتج ده. سوق التجارة الإلكترونية هو سوق واسع جدا وكبير جدا جدا، يعني في ملايين من الشركات شغالة في السوق ده. بس لو حابب تتخصص فيه فانت محتاج تحلل السوق بتاعك، تختار المنتج المناسب، وكمان تختار المنصة المناسبة للستور اللي انت هتبتدي تشتغل عليه. يعني لو حابب تتخصص في المجال ده فانا رشحه لك بقوة، لانه من اقوى المجالات في الوقت الحالي. ما تنساش تابعني، انا مصطفى خلف، ودي ماركتينج في الخمسينة.